عمرك كنت سهران بالليل وفجأة سمعت صوت عفش بيتحرك فوقيك؟ طب ما سألتش نفسك قبل كده الصوت اللي انت بتسمعه ده صوت ايه؟ ومين صاحي في الوقت ده عشان يقعد يحرك عفش؟ اكيد حصل معاك موقف زي ده قبل كده وما لقيتلوش طبعا تفسير، او قلت ان ده ممكن يكون الناس او الجيران اللي فوقيكوا بيحركوا العفش في الوقت ده، بس الحقيقة غير كده خالص وهتتصدم لما تعرفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا فؤاد عبد، والقناة هنا بنقدم فيها قصص رعب وغموض، وانت لو بتحب قصص الرعب او القضايا الغامضة انزل دلوقتي اشترك في القناة او اعمل متابعة لو انت على الفيسبوك. وخلينا نبدأ في الفيديو بتاعنا النهاردة. محمود هو صاحب القصة اللي معانا النهاردة، بعت لنا وبيقول لنا: انا كنت سهران في يوم من الايام وفجأة سمعت صوت ان في عفش بيتحرك فوقيا. بس لحظة، انا مفيش حد ساكن فوقيا اصلا، انا ساكن في اخر دور في العمارة، يعني فوقيا السطوح على طول. مين ممكن يكون فوق دلوقتي او بيحرك ايه؟ ما اكدبش عليكم، انا افتكرت ان هو حرامي في الاول، وبرغم الخوف اللي كان ماسكني انما قررت اطلع فوق واشوف فيه ايه. وفعلا اتشجعت وطلعت فوق، واول ما فتحت باب السطح ما لقيتش اي حاجة، حرفيا السطح كله فاضي اصلا، يعني مفيش حتى حاجة ان حد يحركها. فالصوت اللي انا سمعته ده كان صوت ايه بالظبط؟ محمود بعتلي وبيقول لي: يا ريت حضرتك تجاوبني لو تعرف، وانا زيكم، فعشان كده قررت انزل الفيديو ده، وعايز رأي كل واحد فيكم. هل حصل مع حد فيكم قبل كده الموقف ده؟ وكمان لو انت تعرف اي تفسير عن الموضوع ده فياريت تشاركنا دلوقتي في التعليقات وتقول لنا. بعد بحث كتير ما لقيتش قدامي غير كام معلومة دول، بس اخر معلومة فيهم بجد هتصدمكم. اول معلومة معانا انهم بيقولوا ان ده ممكن يكون فعلا شخص او صوت مثلا اطفال بتحرك حاجة فوق. بس السؤال هنا، هل في اطفال فعلا بتبقى مصاحية في الوقت ده؟ خلينا نخش على المعلومة التانية. المعلومة التانية جاية من علم النفس شوية، انها ممكن تكون هواجس او هلاوس سمعية، انك مثلا تسمع شيء او تحس بشيء غريب وغير عن المألوف. زي مثلا انهم بيقولوا انك ممكن تبقى قاعد في اوضتك وتسمع صوت خبط على الباب. حصلت مع حد فيكم قبل كده؟ قول لنا تحت في التعليقات. او مثلا انك تبقى نايم على السرير وفجأة تسمع صوت هبد على الشباك اللي في الأوضة عندك. كل دي بيقولوا عنها ان هي ممكن تكون مجرد هلاوس سمعية مش اكتر. بس الرأي التالت كان مرعب بجد، وهو بيقولك ان حضرتك الشقة اللي انت عايش فيها مش انت بس اللي عايش فيها، يعني عيلتك وكل اللي موجودين في الشقة مش هما بس اللي بيبقوا موجودين، بيبقى في كائنات تانية. وكل الأصوات اللي انت بتسمعها في الوقت ده وانت سهران بيكون إنذار ليك، من الآخر عاوزينك تنام. قولنا بقى انت مع انه رأي فيهم، الرأي الأول ولا التاني ولا التالت؟ وآخر حاجة قبل ما نقفل أحب أقول لكم اللي احنا هنعمل فقرة جديدة عندنا هنا في الصفحة وفي قناة اليوتيوب. قناة اليوتيوب هينزل عليها الفيديوهات الطويلة، يعني الفيديو كامل هتلاقيه دايما على اليوتيوب، إنما صفحة الفيسبوك هينزل عليها مقاطع ريلز صغيرة. فلو انت بتحب تسمع القصص الكاملة خش دلوقتي على اليوتيوب واعمل لنا اشتراك. وكمان ما تنساش لو عندك قصة او موقف مش لاقي له تفسير لحد دلوقتي انزل اكتبه تحت في التعليقات، ويمكن يكون هو فكرة الفيديو الجاية. اشوفكم على خير وفي امان. سلام.